إذا كنت تشعرين بألم في الحلمة وتتساءلين إذا كان قد يكون علامة على الحمل، فلست وحدك. العديد من النساء يلاحظن تغيرات في الثديين والحلمتين في وقت مبكر، ومن الطبيعي أن تتساءلي عما يحدث. أولاً وقبل كل شيء، يمكن أن يكون ألم الحلمة أحد العلامات المبكرة للحمل. عندما تكونين حاملاً، يمر جسمك بتغيرات هرمونية كبيرة، وزيادة مستويات الهرمونات مثل الإستروجين والبروجستيرون يمكن أن تجعل ثديك أكثر حساسية، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم في منطقة الحلمة. لكن انتبهي، ألم الحلمة ليس حصرياً للحمل. هناك أسباب أخرى محتملة، مثل التغيرات الهرمونية خلال دورتك الشهرية، ارتداء حمالات صدر ضيقة، أو حتى تغييرات في روتين العناية بالبشرة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى آلام في الحلمة. إذن، كيف تعرفين إذا كان الأمر متعلقاً بالحمل؟ انتبهي للأعراض الأخرى. هل تشعرين بتعب غير عادي؟ هل تعانين من غثيان الصباح أو تلاحظين بقع دم خفيفة؟ هذه العلامات إلى جانب ألم الحلمة يمكن أن تمنحك صورة أوضح. إذا كنت تشكين في الحمل، فإن أفضل طريقة للتأكد هي إجراء اختبار حمل منزلي. هذه الاختبارات دقيقة جدا إذا استخدمت بشكل صحيح، ويمكنها توفير عليك عناء التخمين. تذكري أن جسم كل امرأة مختلف. قد يشعر البعض بألم الحلمة في وقت مبكر من الحمل، بينما قد لا يشعر البعض الآخر بذلك على الإطلاق، وهذا أمر طبيعي تماما. إذا استمر الألم أو أصبح غير محتمل، فمن الأفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية. يمكنهم تقديم المشورة المناسبة لحالتك الخاصة واستبعاد أي مشكلات أخرى محتملة. لذلك، في المرة القادمة التي تشعرين فيها بهذا الألم المفاجئ، لا تصابي بالذعر. استمعي إلى جسمك، وفكري في جميع العوامل المحتملة، وعند الشك استشيري مختصاً. شكراً على المشاهدة، واعتني بنفسك.